السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة بسبوسة الحلواني. هنعملها مع بعض باسهل طريقة. هتكون مرملة جدا وطرية من جوه وبمكون واحد بس. هنضيفه للبسبوسة هتخليها معاكي زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. تعملي البسبوسة ولا احسن حلواني ومش هتبوظ منك تاني. ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تنزلي تحت الفيديو تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد بقدمه. تعالوا يلا نشوف الطريقة هنعملها ازاي ونقول بسم الله. اول حاجة هنعملها مع بعض هنحتاج معلقتين كبار من اللبن البودرة. هنبتدي نرفعهم على النار والنار عندي تكون هادية لمتوسطة، لان لو درجة الحرارة عالية هيتحرق مننا وهيلون مننا بسرعة. انا بقلب فيه لحد ما ياخد اللون الجولد الغامق، مش هغمقه قوي علشان ما يمررش معانا. انا هقلب فيه هو بياخد من 5 ل6 دقايق على ما ياخد لون. واول ما ياخد اللون المظبوط انا هفضيه في طبق علشان الحلة هنا بتكون سخنة وما يكملش تسوية ولونه يغمق معانا. وده اللون اللي انا عاوزة اوصله، ما تغمقيش اكتر من كده. الخطوة اللي بعد كده هنجهز الصينية. انا هستخدم الصينية دي مقاس 30، يعني تقريبا اكبر صينية في الطقم عندك. بيكون مكتوب عليها المقاس من تحت. لو مش مكتوب عليها ومحتارة في مقاس الصينية، هنقلب الصينية ونجيب مسطرة مقاس 30 ونحطها في نص الصينية بالظبط ونقيس بيها. لو عندك صينية اصغر منها مقاس 28 ممكن تستخدميها تبقى كويسة برضو. وهندهنها بمعلقة من السمنة او الزبدة المتوفر عندك. ومهم جدا انك تستخدمي صينية الحافة بتاعتها صغيرة شوية زي دي، اللي هي صواني البسبوسة او البيتزا. في الوقت ده هنجهز خليط البسبوسة. النار عندي هنا متوسطة، ما ينفعش اعلي النار خالص علشان الخليط ما يسخنش مني. انا عاوزة الخليط ده دافي. حطيت هنا كوباية الا ربع من اللبن او 150 جرام، وبعد كده نزلت عليهم بكوباية الا ربع من السمنة او الزبدة برضو 150 جرام. يعني انا استخدمت هنا اللبن 150 جرام وقدامهم بالظبط 150 جرام من الزبدة. وهضيف كمان معلقة كبيرة من العسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز مهم جدا في البسبوسة. طب ايه فايدته او ايه اهميته؟ عسل الجلوكوز هنا بيدي تماسك للبسبوسة بعد التسوية، وبيظبط كمان السكر فيها او في اي حلويات شرقية عموما. لو مش متوفر عندي عسل جلوكوز هستخدم ايه؟ هستخدم معلقتين كبار من العسل النحل. طيب لو مش متوفر عندي ده ولا ده هنستخدم معلقتين كبار من الشربات التقيل. وبعد الزبدة ما دابت معانا هنضيف كوباية الا ربع من السكر او كوباية كاملة. السكر ده على حسب ذوقك انتي، لو بتحبيه مسكر. هنيجي للمكون الاساسي في البسبوسة هو دقيق السميد. هنحتاج 500 جرام او كوبايتين ونص. انا بشتريه من عند اي عطار، ما ينفعش خالص نستخدم الاكياس الجاهزة في الوصفة دي. السميد اللي هستخدمه علشان نطلع بسبوسة الحلواني الاصلية يكون متوسط، يعني ما هوش ناعم قوي بودرة زي الدقيق، بحيث لو حطيته على ايديا ما يسيبش اثر دقيق على ايدي. بعد كده ضفت عليه لبن البودر وضفت عليه رشة من الملح وقلبتهم كويس. وهضيف ذرة بسيطة من البيكنج باودر، هو مش مهم الصراحة، يعني لو مش عايزة تضيفيه ما تضيفوهوش. معانا هنا خليط السوائل اللي انا دفيته. انا مش عاوزاه سخن خالص، يعني لو سخن منك على البوتاجاز سيبيه يبرد شوية. وهضيف عليه دقيق السميد واللبن البودرة وهقلبهم كده تقلبتين 3. مش هقلب فيهم كتير علشان الدقيق السميد ما يعملش عرق والبسبوسة تنشف معانا. يعني نخلي بالنا كده واحنا بنقلب ما نعجنش فيها كتير، يا دوبك كل المكونات دي تمتزج مع بعض. بنفضي خليط البسبوسة في الصينية. قوام البسبوسة عندنا بيكون مائل للسائل مش متماسك وتقيل، لان لو خليط البسبوسة متماسك وتقيل هتطلع معاكي مش مظبوطة. كمان سمك البسبوسة في الصينية لا يتخطى نص سنتي. انا بفردها كده بسباتيولا وبخبطها خبطتين كده علشان تبقى متساوية. بعد كده هنبدأ نقطع البسبوسة قبل التسوية. بصراحة لما بقطعها القطعة بتطلع معايا مظبوطة بعد التسوية،
غير كده ان التسوية بتبقى مظبوطة. بتقطعيها زي ما انت عاوزة، قطع صغيرة او كبيرة، وبعد كده بنزينها باي حاجة موجودة عندنا. ممكن سوداني لو موجود عندك، او جوز هند خشن، او اي نوع من انواع المكسرات، وممكن كمان تعمليها سادة، لكن انا هزينها بالكريز واللوز. شايفين لون البسبوسة ما شاء الله من قبل التسوية زي لون البسبوسة الجاهزة بالظبط. انا في العادي كنت بعملها من غير اللبن البودر ده خالص، وبرضو بتطلع حلوة خالص لو انتوا عايزين تستغنوا عن الخطوة دي. بعد كده هخبز البسبوسة في فرن انا مسخناه من قبل كده على درجة حرارة 200 لمدة ساعة الا ربع، مش اكتر من كده ولا اقل من كده. بنحطها على الرف اللي في النص، واول ما تاخد لون من الحروف انا بشغل عليها الشواية. هنحضر شربات البسبوسة. معايا كوباية ونص من السكر الناعم، وعليهم كوباية ونص من المية. انا بستخدم كوباية الشاي العادية، الكوباية اللي بعاير بيها المية هي اللي بعاير بيها السكر. وبعد كده بنرفعه على نار عالية. الشربات بتاع البسبوسة بيكون خفيف وسخن، يعني يغلي مرتين بس واطفى عليه. خلي بالك ان الشربات ما يتقلش منك، لان لو تقل منك البسبوسة مش هتشربه. بياخد مني قد ايه على البوتاجاز؟ بياخد مني حوالي 3 دقايق على النار، يعني بيغلي غلوتين 3 كده وخلاص. بطفى عليه. قبل ما الشربات يغلي انا بضيف عليه معلقة كبيرة من العسل الكلوكوز. زي ما قلنا قبل كده ان عسل الكلوكوز بيظبط السكر معانا. بعد كده بدوب السكر مع عسل الكلوكوز. وقبل الشربات ما يغلي انا بضيف له ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، بتخلي الشربات ريحته حلوة قوي. لكن انا مش بضيف ليمون على شربات البسبوسة خالص. وبضيف معلقة صغيرة من الزبدة، وبقلب فيها كويس لحد ما تدوب في الشربات. الزبدة هنا والفانيليا بيدوا ريحة حلوة قوي للبسبوسة. انا الصراحة بحب ريحة الفانيليا فيها. الشربات هنا بعد ما غلي غلوتين انا برفعه من على النار على طول، بيكون البسبوسة خلاص طالعة من البوتاجاز. الوقت اللي بجهز فيه الشربات انا بكون حاطة البسبوسة بقالها نص ساعة في البوتاجاز، يعني بعملها في اخر 10 دقايق. وكده السيرم جاهز معانا. ولو انا حصل وجهزت الشربات من قبل كده برجع اسخنه تاني قبل ما اطلع البسبوسة. ودي البسبوسة بعد ما طلعتها من الفرن على طول انا بحط عليها الشربات. زي ما قلنا قبل كده البسبوسة بتبقى سخنة والشربات بيبقى سخن معانا وخفيف. شايفين ما شاء الله البسبوسة بتتشرب الشربات ازاي. هي البسبوسة اخدت معانا مقدار العسل كله اللي انا عملته. لكن في مشكلة بتقابل ناس كتير مننا ان البسبوسة ما بتتشربش الشربات. بيكون لها كذا سبب، يا اما قلبنا في البسبوسة كتير فعملت عرق، يا اما غلينا الشربات قوي فتقل مننا فالبسبوسة ما شربتوش. شايفين ما شاء الله. انا هحطها على جنب 5 دقايق لحد ما تتشرب الشربات كله وتبرد معانا، وبنسيبها تبرد تماما وبعد كده بنقطعها. الطريقة دي جميلة جدا، وبجد تصوير ظالم البسبوسة خالص، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وبعد كده كان فاضل حتتين كده من الصينية، هحط على واحدة كده معلقة من القشطة بتبقى طعمها تحفة. شايفين البسبوسة معانا ما شاء الله لونها جميل ومتماسكة جدا وطرية ومرملة. اتمنى تجربوها وتشجعوني بلايك وكومنت حلو من بتاعكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.